السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم رمضان مع نشو، ويا رب تكون بخير جميعا. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو. تدعمونا هو إن الدعم الأساسي والنجاح واستمرارنا في تقديمنا كل جديد هو السبب الرئيسي إن انتوا تدعمونا توصلنا، وعايزين نوصل ل1000 مشترك قبل شهر إن شاء الله، وانتوا اللي هتوصلونا إلى حلمنا. وكمان النهاردة هنتكلم عن حلقة النهاردة من أقوى الحلقات لمنتظرينا، لأن هنتكلم عن واحد من أبرز الأعمال اللي بدأ الجماهير تتكلم عنها من أقوى قبل موسم رمضان 2027. هو مسلسل أحمد العوضي الجديد. هو حتى الآن بيصدر اهتمام بسبب التفاصيل الأولى والتسريبات القوية للمسلسل اللي في مرحلة تحضير، ولكن المعلومات اللي خرجت خلت الجماهير تتحمس جدا، خصوص بعد النجاحات الكبيرة اللي نجحها أحمد العوضي في مسلسل علي كلاي اللي حقق نجاحات كبيرة. وكمان يلا بينا ندخل على التفاصيل الكاملة ونعرف كل حاجة، ونعرف التفاصيل الكاملة المسلسل المنتظرينه في رمضان 2027. ويلا بينا ندخل على حلقتنا. رمضان أهلا قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي. بص، هي التفاصيل الكاملة. مسلسل المتوالي الحالي والاسم دلوقتي مسلسل سلطان الدين، هو العمل الجديد نجم أحمد العوضي في رمضان 2027. ولكن حتى الآن أنا الاسم الرسمي، يعني الاسم ده مش الاسم الرسمي لتأكيد من شركة الإنتاج، يعني ده اسم مولود، يعني اسم مش مؤكد. والأعمال المتجمع بين الأكشن والدراما الشعبية والسعودية هيكون من النوع العمل التلقائي اللي نعمل على التسارعات الكبيرة والأحداث السريعة، والقصة الكاملة المتوقعة بتدور حول شخصية السلطان، رجل قوي رجل قوي جدا في الصعيد، ويمتلك نفوذ أو سلطة كبيرة داخل محافظته، ولكن يدخل في زمن ضخم بعد وفاة والده، ولم يظهر الوصية القديمة، ويكتشف أسرار خطيرة داخل العائلة. والوصية يكتشف عن وجود أخ غير شريع، يعني أخ غير شريع إلى حق القانون في جزء كبير من الورث. ده يبدأ من تصويرها الرئيسي في المسلسل. مع تطور الأحداث، سلطان يلتقي نفسه داخل حرب مفتوحة، حرب على الوراث، وحرب على النفوذ، وحرب على السيطرة، وحرب على الأسرار الماضية. والمسلسل سيعرض خيانة من داخل العائلة نفسها، والمؤتمرات الكبيرة، والصفقات غير مشروعة، والتسرعات الأسلحة، والأثر
القديم ويرجع من جديد. وكمان هيظهر قصة الحب القوية داخل الأحداث، ولكن حب ده هيكون سبب تعقيد التصارع أكثر، لأن البطل من العائلة تنافس، والأحداث هتوصل إلى مرحلة خطيرة جدا. أما سلطان يدخل في السجن سبب المؤتمرات الجاربة. هناك تبدأ نقطة تحويل إلى أكبر من حياته. بعد خروج من السجن تبدأ رحلة الانقراض الحقيقية لمرحلة استعادة الحق واكتشاف الحقيقة الكاملة. مع رأي اللي هيحصل. المسلسل المتوقع هيكون 30 حلقة كاملة، وكل حلقة فيها تصارع قوي جدا من الأحداث، مع نهاية ملايين مفاجآت كبيرة، مع الأبطال المتأكدين المتوقعين أحمد العوضي، والأبطال الرئيسية المترشحين القوية غادة عادل، رايا السكري، ويضيف أعداد كبيرة من النجوم اللي يتم إعلان عنها قريبا. التوقعات الرسمية بتأكد أن العمل هيكون واحد من أقوى المنافسين في موسم رمضان 2027، وخصوصا مع الشعب الكبيرة اللي امتنع بها أحمد العوضي. وكده والخاتمة في نهاية كده احنا كنا تفاصيل الكاملة والمتوقعات الرسمية المسلسل أحمد العوضي الجديد في موسم رمضان 2027. وكده لسه في تفاصيل كتيرة تظهر مع الوقت، ولسه عن أبطال وبرومة الرسمية والمواعيد العرض النهائي. السؤال المهم دلوقتي، هل يتوقع أن المسلسل سلطان الديب يتحقق نجاحات كبيرة ويصدر في موسم رمضان 2027 زي المواسم السابقة؟ اكتب رأيك. هل انتم متحمسين للمسلسل ولا لأ؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واعملوا لايك بالفيديو عشان مهم لإلي، عشان يوصلكوا كل جديد عن مسلسلات رمضان وبرنامج دراما الجلال أول بالأول. وهنشوفكم في فيديو جديد قريبا إن شاء الله. وكان معاكم محمد يوسف على قناة رمضان معنا شو. ويلا سلام عليكم. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better when they love you.